اقسم بالله انا بطلنا ننزل على سوريا انا وساره، مع انه من لما خطبنا نحن ما نزلنا على سوريا. ليش ما فيني انزل على سوريا؟ فيني بس خايف. ليش؟ لان كل نزله صرت اخر مره انزلها كل مكان روح عليه يجيني واحد يا معلم بده اياك، يجيني واحد ثاني القائد ابصر مين بده يعزمك على عشاء، يجيني واحد ثالث المحافظ ابصر مين بده اياك تجي لعنده، يجي واحد رابع، وهكذا. كانت حياتي هنيك بس عباره عن انه بدك تروح غصبا عنك، ما بتروح نحن بنعرف نتصرف معك. اقسم بالله يا جماعه من وراء هالموضوع انا بطلت انزل على سوريا وبطلت احب النزله. اعتقد انه ما كان لازم احكي بالموضوع انا، وحتى يعني قد ما حكيت ما في فايده. شارم لز زقي هون بقى بتضلها طايره. قد ما حكيت ما في فايده، واعتقد انه غلط انه انا اصلا طلعت حكيت بالموضوع لان ما راح اخلص. انا عارف ما راح اخلص، بس وجب التوضيح. وجب التوضيح، لازم الواحد يوضح اوقات. بس الله يسامح كل واحد نشر قصه ما انه متاكد منها حتى، بس انه فضيحه قاعد بينشر، ما انه فاهم الصح من الغلط، وقاعد عم بينشر اكاذيب. الله يسامحك لكل حدا سبني واللي اتهمني باطل. بالاخير حسابنا عند رب العالمين ان شاء الله. ناس في قاعده عم تحكي انه طب جيب لنا دليل. شو بدي اجيب لك دليل؟ شو بدي اجيب لك دليل؟ ما في شيء اصلا حتى تجيب انت تجيب دليل. انتوا جيبوا دليل. انا ما يعني انا ما لي بالسالفه كلها. بدك تجيب دليل؟ شو تجيب دليل؟ انه ما لي سالفه بالسالفه كلها. مش فاهم على تجيب دليل. يا الله يلا خذ لك بقى. يا جماعه مثل ما برجع بقول لكم انه حسابنا عند رب العالمين لاي حدا ظلمني بهالموضوع وحكى عني، ولو انا غلطان او عم بكذب بشغله فحسابي عند رب العالمين كمان. وبالاخير كل واحد حياخذ نصيبه عند ربنا، صح؟ بس بدي احكي شغله، الله لا يسامح اللي كان السبب. بس هلا جهزوا لي شو اللي طلعوا هلا يحللوا. غيث مروان حك من خاره عم بيكذب. غيث مروان حك جبينه عم بيألف قصه. واضح من شكلك انك كذاب. والله عيط يا الله مشان الله قال له عنه. شوفوا لنكون واضحين، نص البلد كانت نصها هيك ونص هيك، ولما صار الموضوع كله صار هيك. بس عادي ما فينا نلومهم، يعني يمكن كانوا خايفين اهاليهم موجودين هنيك ما فيهم يحكوا، معروف يعني الاسباب، تمام؟ الا انا لسه حاطينه هنيك ليش؟ طيب انا مال امي يفضح عليكم. المهم شيلكم من الموضوع، روحوا شوفوا هلا شو عاد عم بيصير بسوريا. هلا انا قصدي نازلين مسيرات مليونيه بكل مناطق سوريا، باللاذقيه وبالشام وبحمص، بكل منطقه. ادعوا لربكم انه يعني الامور تتحسن وتصير احلى، كنا نحب بعض، نضلنا نحب بعض ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بس اتمنى ان اخر مره بفتح الموضوع. مع السلامه عليكم، سكر الموضوع.